دكتور وسيم السيسي، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. في القرن ال19 ظهر علم هو اسمه علم فراسة الدماغ. العلم ده اتكلم عن إن الجمجمة ليها علاقة بالذكاء. العلم ده اسمه فيزيونومي، هو العلاقة بين الشكل الظاهري وشكل الجمجمة وطباع الإنسان وذكائه. ولكن ما هو الذكاء؟ العلماء عرفوا الذكاء بثلاث حاجات. نمرة واحد، القدرة على التعلم، الاستفادة من التجارب الماضية، قدرة الفرد على حل مشاكله اليومية، لدرجة أن قالوا قدرة الفرد على حل مشاكله اليومية هذه عبقرية. ولما أنا تأملتها يا للدرجة دي لأن ممكن واحد عنده مشكلة يحلها بطريقة يعني تجيب له مصيبة، واحد تاني يحلها بطريقة ينام بالليل وهو هادي واتحلت. ففعلا العبقرية هي قدرة الفرد على حل مشاكله اليومية. ده التعريف العمومي. وبعد كده وجدنا أن الذكاء أنواع، يعني في ذكاء اجتماعي، في ذكاء سيكولوجي، قدرة الفرد على فهم نفوس الآخرين. الاجتماعي قدرة الفرد على أن هو يبقى سوشيبل مع الناس، يعني الناس تحبه وهو يحب الناس وبتاع غير ما دي. في ذكاء ذاكرة، في ذكاء mathematical intelligence، هو ذكاء الأرقام والرياضيات، ذكاء رياضي مش mathematical العضلات، زي كابوتشي دي البنت اللي كانت واخدة بطولة الجمباز والحاجات. قدرة المخ على السيطرة على العضلات ده بيعتبروه نوع من أنواع الذكاء. فده وعشان كده هو في الذكاء الأكاديمي، ودي فسرت حاجات كتيرة أوي. يقول لك تصور هذا الإنسان أستاذ في الجامعة ومش عارف يربي ولاده ويعني مراته طلبت الطلاق منه وبتاع. هو عنده ذكاء أكاديمي، لكن لا عنده ذكاء اجتماعي ولا عنده ذكاء سيكولوجي. وعشان كده هو ده يمكن بيسموه أحيانا لديو سافون. لديو سافون يعني الغبي الذكي، ذكي قوي في فرع من فروع الحياة وغبي جدا في التعامل مع الآخرين. يعني فمسألة إن الذكاء 7 أنواع دي. وفي ذكاء سياسي، اعتقاد إن اليهود عندهم شكل معين للجمجمة، الجبهة العريضة والأنف المعقوفة، وده من علامات الذكاء. لا، الكلام ده غير صحيح. طبعا الكلام ده هو اللي كتبه أكيد راجل يهودي، يعني لأنه واضح. وابتدوا يستشهدوا بأن في عدد قليل جدا من اليهود، لكن في علماء كتير جدا ساهموا بإنجازات في العالم، وده دليل على ذكائهم لأنهم شعب الله المختار. هيجل يفسر هذا الموضوع، واللي قاله بنيامين فرانكلين كمان. هيجل قال إن أي حضارة في حاجة إلى انفراستراكشر، اللي هي البنية التحتية. هذه البنية التحتية هي الزراعة، ومنها تنبثق الصناعة. طب إزاي؟ الزراعة عاوزة فاس، وعاوزة مكيال، وعاوزة ميزان، وعاوزة محرات، وعاوزة سكينة، وعاوزة شقرف، وعاوزة منجل، الصناعة كلها صناعات. فالحضارة تبدأ بالبنية التحتية من الزراعة، ومن الزراعة تأتي الصناعة، ومن الزراعة والصناعة يتأتى القيم الأخلاقية والحضارة الإنسانية. يعني أنا لازم أنا وإنتي إيدينا في إيدين بعض عشان نعرف نزرع، وأنا وإنتي عشان نعرف نحصد. أنا ما أقدرش أعمل حاجة، وأنا وإنتي عشان نصد خطر الفيضان. فإذن القيم الأخلاقية من التعاون والحب العطاء نتيجة للإنفراستراكشر. هيجل هذا الفيلسوف العظيم اللي هم يكرهوه يقول اليهود ليس لهم إنفراستراكشر، لأن لا لهم في الزراعة ولا لهم في الصناعة. خدوا القيم الأخلاقية كلها من مصر، عرفوا العالم أن هناك حياة بعد هذه الحياة. ده قبل الديانات السماوية ب3000-4000 سنة. ده إلى عهد السيد المسيح كان اليهود يؤمنون بأن الأرواح تذهب إلى أرض الشيول، لا حساب ولا ثواب ولا عقاب. الشيول دي كلمة عبرانية معناها أرض الظلمات. إنما مين اللي عرف العالم أن في جنة اسمها يارو؟ فمصر هي شعب الله المختار. الله أعطاها علوم العظيمة، إن كانت فلك، إن كانت طب، إن كانت زراعة، إن كانت صناعة،
إن كانت تكنولوجي، إن كان الحاجات دي كلها يعني. فطبعا دي أكذوبة كبيرة زي الأكاذيب بتاعتهم في كل حاجة، لأن هم أساتذة في فن الكذب. فإنما طبعا الذكاء واحد، بس لازم نعرف نقطة مهمة قوي. يعني لو جبتي 5 أطفال وعملتي عليهم اختبارات الذكاء، أطفال من مصر، أطفال من إنجلترا، أطفال من فرنسا، أطفال من ألمانيا، هتلاقي كلهم متساويين في الذكاء. تعالي بعد 10 سنين بقى وشوفي بقى الأطفال دول كان أبوه وأمه يعني متعلمين، وأبوه وأمه متعلمين دايما يتكلموا معاهم. إنما الأطفال التانيين لا أب ولا أم، على رأي أمير الشعراء ما قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. ده اليتيم. فطفل أمه متخلية عنه وأبوه مشغول عنه، وطفل تاني أبوه واخد باله منه دايما، ياخد ويدي معاه ويراعيه وياخده فسح ويفرجه والمتاحف والحاجات، هيطلع مستوى ذكائه. لأن الإنسان يعني جينات، والجينات متساوية في البشرية كلها، وزمان ومكان. في زمان حلو، في زمان أغبر، في جغرافيا يعني بتختلف برضه. فيعني هل الذكاء علميا مرتبط بالعرق؟ طبعا اكذوبة كبيرة ما تصدقهاش يعني. أما مسألة بقى هم ليه، طبعا نوبل وبتاع هم اللي عاملين، وهم اللي بيدوها لأصحابهم. وبعدين هم يعني عرفوا أن السيطرة على العالم إنما هي تأتي عن طريق القضاء أولا، وهم ده اللي عملوه. عشان كده بنيامين فرانكلين من 300 سنة فاتت قال: أحذركم، سوف يلعنكم أحفادكم إذا ما حطتوش قانون في الدستور يمنع هجرة اليهود إلى أمريكا. توماس جيفرسون رفض وقال لهم كده: سيكونون على المكاتب وأنتم في الحقول والمصانع. من يتصور أن الهاي كورت في نيويورك، اللي هي الدستورية عندنا عدد أفرادها 9 منهم 7 يهود، من يتصور أن الجهاز القضائي في أمريكا 90% منه يهود؟ وبعدين مسكوا الميديا، وبعدين مسكوا البنوك. فطبعا الميديا والمال طبعا مسيطرين على العالم كله. على العالم النفس الشهير سيغموند فرويد، على الرغم أن معتقداته هي مخالفة للديانة اليهودية، إلا أن اليهود بيعظموه جدا وبيتكلموا عنه أنه هو ليه إنجازات عظيمة في جامعة كامبريدج. إيه حقيقة مصداقية نظريات سيغموند فرويد؟ وهل فعلا هو ليه تأثير مباشر في جامعة كامبريدج؟ هو كان في فيينا، وأنا كنت في فيينا من حوالي سنة، وأول متحف من متاحف فيينا حبيت أزوره هو المتحف بتاع سيغموند فرويد، وكنت أنا والدكتورة مع بعض. والمتحف الجميل بقى فيه ده عبارة عن البيت اللي كان ساكن فيه، ال3 أدوار اللي هو كان ساكن فيهم. وأنا على الموبايل بتاعي واخد صور كتير قوي، يعني حتى الكاوتش أو زي ما تقولي السرير اللي كان بينام عليه المريض أو المريضة، ويجعله اللي هم بيسموه ثوت اوت فلو، اللي هو تداعي المعاني. فهو يعني كان رجل شجاع، كان رجل جريء جدا، وجرأته بانت فيه ان هو اعلن وقال ان عقدة اليهود الازلية هي الحضارة المصرية القديمة، وده صحيح. وهو اللي قال ان موسى لم يكن الا جندي مصري، وكان من اتباع اخناتون. وهو اللي قال ان اخناتون لم يأتي بالتوحيد، انما هو كان يريد ان يغلب مذهب الاتونية على الامونية. دي التأليفة بتاعت فلاندرز بيتري يعني. اما مسألة ان نظريات سيغموند فرويد فله يعني الفضل في انه اول من تحدث على المسألة السيكولوجية اللي هو علم النفس، وهو برضو أول من تحدث عن الأحلام.
تفسير الأحلام، وقال لنا إنها الأحلام دي مجرد رموز وحتى أنا قرأت كتاب الأحلام بتاعه، بيذكر إزاي إن واحد كان دايما يحلم إنه يروح غابة، وإن الغابة دي يطلع عليه تعبان عاوز يقرصه بتاع، وبالتحليل وجد إن رئيسه في العمل هو اللي بيعمل له مكايد وعاوز يعني يضره ولا. وبيحكي قصة طريفة فيها رمزية برضو لطيفة، إن واحد كان دائما يشكو إنه بيحلم حلم بيلح عليه، إن بياخد سيارة صديقه السوداء وينطلق بيها لشاطئ البحر. فبالتحليل مع فرويد قال له أنت محتاج سيارة؟ قال له أنا عندي 3. صاحبك عنده سيارة سوداء؟ قال له لا. قال له صاحبك اديني فكرة عن أسرته. فاكتشف أن زوجة هذا الصديق دائما تسهر في الحفلات الجميلة بتيار أسود. فعلى طول سيغموند فرويد قال له شوف، أنت عاوز تاخد حاجة من ممتلكات صاحبك وهي الزوجة، وتلقي عليها صفة من الصفات بتاعتها ألا وهي التيار الأسود، فتاخد سيارة وتلقي عليها اللون الأسود فتبقى سيارة سوداء وتنفرد بيها وتروح على شاطئ البحر. وليه بقى الرمزية دي؟ لأن الأنا أو يعني الوعي نفسه لا يسمح لك بأن الصورة تبقى صريحة أنك تاخد الزوجة وبتاع، فيوم بس السبكونشس يتحايل على الكونشس في أن يعمل رمزية، تاخد سيارة وتضفي عليها اللون وتقدر عشان يعدي من الرقابة بتاعت الكونشس أو الوعي اللي موجود. هو له فضل في المسائل دي يعني، وهو برضو من الناس اللي هي فسروا البودي لانجوج. يعني راحت له واحدة بتقول له خطيبي رائع جدا وبتاع، فبعد الجلسة لها تسيبيه بعد 6 أشهر. قالت له لا ده كلام غير صحيح. بعد 6 أشهر سابته وراحت لفرويد. قالت له تعرفت ازاي؟ قال لها طول ما انت قاعدة معايا عمالة تقلعي الدبلة وتلبسيها، يبقى انت مترددة في مسألة انك تقبليه او لا تقبليه، فكنك مترددة من دلوقتي يبقى ما انتش هتاخديه، عشان كده قلت لك انت هتسيبيه. هو له حاجات جميلة جدا، ويكفي ان الكلام ده هو بقى له اكتر من 150 سنة يعني، كان لسه العلم بيزحف على الارض يعني، انما هم يكرهوه. انما طبعا لان العالم كله بيبجله على انه فاذر سايكولوجي، ابو علم النفس، فيقول لك ده من عندنا خلاص، بدل يهودي يبقى احنا من عندنا، ونقعد بقى نقول ما هو اينشتاين النسبية وهو سولك بتاع شلل الاطفال، ما ان هم اللي انما وبعدين اشمعنى يعني الذكاء الخارق ده؟ انتوا بتستغلوا الشعوب اللي انتوا بتروحوا عليها وتستفيدوا من كل حاجة فيها وتسيطروا على كل حاجة فيها وتطلعوا بيها وتقولوا احنا. انما طبعا لا فرق اطلاقا بين ذكاء وذكاء انسان اخر، على الاقل في ال5 سنوات الاولانيين. انما فيما بعد نتيجة للظروف البيئية بقى، المدرسة من ناحية، والبيت من ناحية، والأب من ناحية، والأم من ناحية، والميديا من ناحية، والتلفزيون من ناحية، كل الحاجات دي تشكل. يعني ما ريغان يقول أمة في خطر، يقولوا له ليه؟ يقول لهم فين الموليكولار ميديسن اللي هو الطب الجزيئي؟ فين الجينيتيك انجينيرينج الهندسة الوراثية؟ فكان نتيجة هذه الصرخة أن فلوريدا، وهي يعني ولاية فقيرة، قناتين علميتين، ديسكفري وتي ال سي تلفزيون ليرنينج شانل، تبثاني العلوم في ال24 ساعة 24 ساعة. استجابت للصرخة بتاع يعني لما نيجي نقول أمة في خطر وهي أمريكا، مصر تقول إيه بقى يعني؟ ومن هنا برضو أهمية الميديا، أهمية التلفزيون بالذات. عشان كده يوسف إدريس الله يرحمه، دكتور يوسف إدريس كان يقول ادوني التلفزيون سنة أعمل لكم شعب جديد. وهذا صحيح، شعب جديد طبعا. فين العقلية الجدلية؟ فين العقلية التي تناقش؟ فيش. ده احنا زي ما أمير الشعراء قال في المسرحية بتاعت مسرح كليوباترا، بيقول انظر ديون الشعب كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتافا بحياة قاتليه. خدي بالك من اللي جاية بقى،
يا له من ببغاء على الشعب عقله في أذنيه، اللي يسمعه يردده. طب اتفكر، يعني ما يجي واحد، يعني أنا خدت العقلية الجدلية من أمي الله يرحمها، يعني كانت دايما تناقش أبويا في حاجات كتيرة قوي، يعني لدرجة إن هو كان يعجز أمامها ويقول لها ممكن تعملي لي فنجان قهوة عشان ينهي النقاش. مثل الشعب اللي بيقول جوع كلبك يتبعك. قالت له يا رشدي إذا جوعت أسدك يعمل فيك إيه؟ عقلية عجيبة يعني. وده اللي قاله زكي نجيب محمود، له كتابين من أخطر ما يمكن، مجتمع جديد أو الكارثة، والكتاب الثاني ثقافتنا في مواجهة العصر. ملخص الكتابين: نحن لا نختلف عن القرن ال11، كانوا بيحفظوهم ألفية ابن مالك واحنا بنحفظهم طب وصيدلة وهندسة واجتماع وفلسفة وأدب وفلسفة. التعليم يجب أن يعلمنا كيف نفكر، كيف نبدع، كيف نأتي بالجديد. هذا هو التعليم، إنما مش أن أنا أردد. طب ما الكمبيوتر يجيب لك أي حاجة، ما الموبايل اللي في إيدك ده على أي حاجة أنت عاوزها بيطلع لك قدامك على طول. إن احنا عاوزين التعليم اللي يعطي العقلية الجدلية، الذي يناقش. عشان كده أنا يعجبني ابن رشد قوي، يعني يكفي الجملة بتاعته: لقد أعطاني الله عقلا، كيف أدعياء الدين يطلبون مني أن أضع في هذا العقل ما لا يقبله العقل. ده ربنا اداني عقل، وانت عاوز تدخل في مخي حاجات لا يقبلها العقل. عشان كده حرقوا كتبه. فدي عقلية، ويجب العقلية دي اللي ندرسها. درس ابن رشد، درس أبو العلاء، درس جورج برنارد شو مثلا على سبيل المثال. عقلية جبارة دي. ده برنارد شو ده صلح مهنة الطب بكتاب، اللي هو كتابه كان اسمه The Doctor's Dilemma، حيرة الطبيب. قال لا يمكن يعني تتقدم مهنة الطب في أي بلد من بلدان العالم إلا حاجة بسيطة: ضع حاجز وحائل بين يد الطبيب وجيب المريض، على أن الدولة تكفل للطبيب مرتب يكفل له حياة كريمة. لأن الطبيب الجائع أو الطبيب اللي ما عندوش أخلاق أو الطبيب اللي ما عندوش ضمير أشد خطرا على المجتمع من أي مجرم. المجرم بيرتكب جريمته مرة في العمر، الطبيب ممكن يرتكبها تحت مظلة القانون مرة كل أسبوع ومرتين كل أسبوع وممكن كل يوم كمان. لسه النهاردة واحد جاي لي: لا يا ست، حصوة صغيرة 5 ملي، 5 ملي بالعلاج تنزل، يعني حاجة يعني مناظير ومش مناظير وتفتيت ايه يا عم، حاجة مؤسفة، حاجة يعني. ففعلا هو مثلا راجل مفكر عظيم زي يجب أن يدرس على سبيل المثال. لا احنا عاوزين ثورة كبيرة في حاجات كتيرة قوي. واحد زي فولتير على سبيل المثال، ما فولتير ما يقول لك إذا طرق الرقي باب أمة سأل أولا هل لديهم فكر حر؟ فإذا أجابوه نعم دخل وارتقت الأمة، إذا أجابوه لا ولا هاربا وانحطت الأمة. وبعدين كان يقول تحالف أدعياء الدين مع رجال السياسة مع بعض على صالح الشعب. فكان يقول تمنيت لو أتيت بآخر ديكتاتور على آخر داعية من أدعياء الدين وخنقت الأول بأمعاء الثاني. لما أروح باريس أول حاجة أحب أزورها البانثيون اللي هو مثوى العظماء، وانت دخلت اللي على شمالك تمثال ضخم جدا لفولتير والتابوت بتاعه مدفون فيه، وعلى الناحية التانية على ايدك اليمين بقى جان جاك روسو. هم حاطينهم مخصوص كده لأنهم كانوا أعداء في أثناء الحياة فجمعوهم في الموت بقى بعد الموت. جان جاك روسو لما طلع كتابه العقد الاجتماعي فرنسا حكمت بإعدام هذا الكتاب الذي انبرى للدفاع عنه فولتير. قال له أنا لا أؤمن بكلمة واحدة مما كتبت في هذا الكتاب، ولكني سأظل حتى الموت أدافع عن حريتك وحقك في أن تفكر وتكتب ما تشاء.
حتى لما لويس السادس عشر 15 لويس كانز باع نص الحصنة بتوع القصر اللي كان محتاج فلوس. ففولتير ابو لسان قد كده قال لو باع نص الحمير اللي عنده في الديوان كان يكسب اكتر. طردوا من فرنسا. فالشعب ثار، لازم فولتير يرجع. فإدى أمر بعودة فولتير مرة تانية. فهو راجع بقى بتاع الجمرك بيقول له معاك ممنوعات، قال له أفكاري. الناس دي لازم تدرس يعني، لأنها بتخلق عقلية جدلية مش تجادل، عقلية أنها تفكر وتناقش، وأي حاجة تسمعها تفوتها على أنبوبة عليها 5 كلمات، إزاي، من إمتى، وعشان إيه، how, when, why, what and where. إنما مش أي كلام نردده كده ونصدقه يعني.